تحدث أيضا عن قضية عادل العمروش المدرب الجزائري الذي كان يدرب المنتخب التنزاني قبل أن يقال أمس بعد صدور عقوبة فظيعة وكبيرة وصادمة من طرف الكاف. يعني بسرعة البرق تم تدارس تصريحات عادل عمروش وتم توقيع العقوبة، مع التأكيد بأنهم لم يستمعوا إليه. انتشرت بعض الأخبار بأن اللجنة التأديبية للكاف استدعت عادل عمروش من أجل الاستماع إليه والدفاع عن نفسه أمام هذه اللجنة، وهو أبسط الحقوق. يعني قبل أن تعاقب يجب أن تستدعى من أجل الاستماع إليك. وكانت بعض المواقع الإخبارية قد ذكرت بأن الكاف استدعته، ولكن الحقيقة أن الكاف لم تستدعي عادل عمروش، وإنما بسرعة البرق وفي الظلام الدامس، يعني أمر دبر بليل، تمت معاقبته ب8 مباريات كاملة مع توقيع غرامة 10,000 دولار على الاتحاد التنزاني لكرة القدم الذي سارع في إقالة عادل عمروش. طبعا الأسباب معروفة، لأنه رئيس الاتحاد التنزاني لا يقوى أبدا على مواجهة لقجع داخل المكتب التنفيذي للكاف، حتى أن قاسي سعيد هذا المساء صرح على قناة الهداف، قال بأني تحدثت مع عادل عمروش وقال لي بأن لقجع حاول إجبار رئيس الاتحاد التنزاني على إقالتي مع تكفله بدفع التعويضات، العهدة على الراوي بطبيعة الحال. ولكن قرار الكاف كان أسرع بإقصاء من سرعة البرق. نعم. Ah ouais, quand c'est un côté algérien ou c'est un côté qui attaque le Maroc, la décision elle est vite fait prise. يعني القرار يؤخذ في رمشة عين. يعني مباشرة خذوا القرار مثل ما تقول، لم يستمعوا لا إلى عادل عمروش، وهذا الشيء أعتقد بأنه ساسفي با، لازم تسمع الطرف. حتى يقول لك المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم. كان لازم يسمعوا له أولا. ثانيا أعتقد بأنه لو تكلم على شخص آخر ولا على نفوذ شخص آخر، ربما اللي عنده نفوذ قليل شوية على الخجع، ما كانش راح يصرى فيه واش صرى فيه. ثالثا الاتحاد الافريقي، انا قلت وعاودت ونظل نعاود، اتحاد معروف بالفساد ومعروف بكل. القاسي والداني يعرف ما يحدث في الاتحاد الافريقي، لذلك لا عجب في اتخاذ قرار مثل هذا، لانه هل جنسية المدرب مسير مثل نعم. الماريونات من طرف الاتحاد المغربي لكرة القدم، يمشيه كيما حب، يديه وين حب، يديروا وين حب. لا بروف كو ايزون بويكوتي اون فاز فينال تاع الشان، يافي اوكين سانكسيون. راح غدوه 2025 حنا بويكوتي وما نروحوش نلعبوا لا كوب دافريك، فوار لي سانكسيون اللي راح يخرجوا على الجزائر. هنا تقدر تعرف باللي شغل كان واحد المثل تاع ستايفيغو كيهرسي وما نروحوش نلعبوا لا كوب دافريك، فوار لي سانكسيون اللي راح يخرجوا على الجزائر. هنا تقدر تعرف باللي شغل كان واحد المثل تاع ستايفيغو كيهرس في الماء، شغل يكسر في الماء بالعصا هكاك. سي لا ميم شوز. الاتحاد الافريقي تقدر تريح تحكيم لنا ل 2070، سي لي ميم شوز اللي راح يقعدوا يصراو. دونك سي با دو نوفو هذايا. نعم. مدرب عادل العمروش لاقى تضامنا كبيرا من طرف الجزائريين ومن طرف الأحرار في إفريقيا. شاهدت صحفيين وأشخاص في إفريقيا يتضامنون مع عادل العمروش. عقوبة سريعة جدا، عقوبة صادمة لا تتماشى أبدا مع التصريحات. طبعا التصريحات هي حقيقة، يعني الجميع يعرف في إفريقيا بأن فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم له نفوذ كبير داخل الكاف، ويده طويلة وذراعه طويل يضرب بها من يشاء داخل الكاف، يسير بعض الماريونات وبعض الدمى الموجودة في المكتب التنفيذي. هذا أمر لا يخفى على أحد. مؤخرا بعض التقارير تحدثت أن أيضا قضية النصيري رئيس الوداد البيضاوي الذي تم سجنه بعدما وجهت له تهم المتاجرة بالمخدرات، وتم ذكر اسم لقجع داخل هذه القضية. لقجع الذي يعاني غضب أيضا في المغرب من طرف الأساتذة الذين يعني قالوا بأنه يقف في وجه زيادة الأسعار أو زيادة الأجور هناك في المغرب. لقجع الذي يواجه تهم عدة في المغرب يحاول أن يضرب كل ما هو جزائري. نعلم جميعا بأنه كان هو الرأس المدبر لعملية
إقصاء الجزائر من المنافسة على تنظيم كأس أفريقيا، وقالها علنية أمام البرلمان المغربي بأن المغرب سينظم كأس إفريقيا قبل شهرين من صدور القرار، وفي تحدي واضح للمكتب التنفيذي ولرئيس الكاف ولكل إفريقيا دون حسيب أو رقيب يعيث فسادا. تفضل. في البيريود اللي القجع كان يدير النفوذ، حنا كانوا الناس هما يخيروا لي بريزيدون فيديراسيون، حنا كنا نتبحروا نقعدوا نتبحروا ها لو ريزولطا اليوم وها وين لحقنا. فوالا دونك دي فوا كل واحد يولى لامره، لي جوار لي اونترينور لي ديريجون لي بريزيدون فيديراسيون. هناك حملة ممنهجة ضد الرياضة الجزائرية، إقصاء الجزائر من تنظيم كأس أفريقيا 25 و27 رغم أننا نمتلك أفضل الملاعب في إفريقيا، والجميع يشهد ويعترف بأن الجزائر كانت أحق. لقجع أعلن بأن المغرب ستستضيف هذه التظاهرة قبل شهرين من صدورها، ولا أحد تحدث عنه لا في الكاف ولا في مكان آخر. يعني يصول ويجول ويعيث فسادا، استغلال المنصب في أبشع صوره. من دون شك بأن الصحافة الإفريقية والصحافة العالمية ستتحدث عن هذه العقوبة. شاهدنا مدربين وشاهدنا شخصيات رياضية في إفريقيا تدلي بتصريحات أخطر من التي أدلى بها عادل عمروش، ولكنهم لم يعاقبوا. إيطو مثلا تحدى الكاف عندما أرادت أن تنتزع من بلاده أو تؤجل تنظيم نهايات كأس أفريقيا عام 2022، تحداهم ووصفهم بأبشع النعوت، وقال لهم بأن كأس أفريقيا ستجرى في وقتها وستجرى في الكاميرون، وتنقل إلى رئيس الفيفا. وفي الأخير نظمت الكاميرون الكان رغم النقائص الكثيرة التي عانت منها. يعني إلى متى يظل هذا الظلم يلاحق الجزائريين في كل أدغال إفريقيا؟ محمد، لما ترى توزيع جوائز الكاف الأخيرة نعم تفهم كل شيء. هناك يعني عدة أشياء كانت من المفترض أن تكون للجزائر على غرار رياض محرز أو فريق اتحاد العاصمة. حتى عبد الحق بن شيخة وين قاطع يعني هو كان متواجد في المغرب ولم يحضر للحفل. هذه أشياء محمد واضحة وضوح الشمس أن الكاف الجزائر بين أعينها. لهذا يجب على المنتخب الجزائري، على الفيدرالية الجزائرية. حسين والله غير أسألك وجاوبني بكل صراحة بدون أي عاطفة، هل يستحق عمروش عقوبة 8 مباريات كاملة، إقصاؤه لمدة 8 مباريات كاملة بسبب تلك التصريحات؟ محمد لو تتكلم معي هو كجزائري كمدرب يعني نعرفوه، يعني أنا ما يعني هذا القرار غير صائب، أنك يعني تمنح يعني إلى مدرب 8 مباريات أنه لا يشارك. هذا شيء كبير بالنسبة له. تقدر يعني تتصل به، يعني يكون يعني فيه كلام أو حديث مع اللجنة التي هي من أعطته هذا يعني القرار وين أخذته. هي لم تستمع له أصلا. هناك حديث بأنه سيقدم طعنا في هذه العقوبة وسيذهب بعيدا في هذه القضية، ولكن يا بلال الظلم واضح يعني. وي ماتش سي بوكو. ميم كان لا تنزاني تبدا بريمي ماتش حتى لا فينال كاين 7 ماتش ما يحضرش كاع. ما والله 8 مباريات سي بوكو، يعني لازم تعيط له يجوز في لا كوميسيون ويكسبليكي، لازم يكسبليكي واش هضر واش ما هضرش، واش المقصود ديالو واش الاخر، لازم يسمعوا هكذا خدمه ويكسبليكي، لازم يكسبليكي واش هضر واش ما هضرش، واش المقصود ديالو واش الاخر، لازم يسمعوا هكذا خداو قرار وي ماتش سسبونسيون $10,000 ايتو. لا عنده الضروه يدير طعن الكور تاعو يديرو ولا والناس تجتمع باش يشوفوا يعني باش يخرجوا بلا كونكليسيون تاعو. ولكن 8 مقابلات بزاف سي طرو. بن شيخ عمروش يا خويا نقولوا له رانا معاه وراهو الجزائري وخونا، هو يحب بزاف يحكم في الافريق. نعم، ويعمل كثيرا في ادغال افريقيا. 8 مباريات بن شيخ، يعني هل قتل نفسا؟ هذا شيء واضح، وتاع لا فيدراسيون تاعهم تم جاي يجري خف جاتو على 16 كما يقول.
ما يحوس ما با يدافع يحوس يفهم يحوسك بسرعه كبيره في يومين تم اتخاذ القرار. باسكو كل مصالح محمد، كاين مصالح، ماشي قال كل واحد يدافع، كل واحد مصالح ليه شخصيا. علاش انا ما نامنش بلا كاف زعما جزائري يقعد فيها يكون تما يخدم ويدافع على الجزائر، ما عندك حتى بوا. لو مير بوا سي دو فورمي دو بريباري دي زيكيب ملي جون وطلع واللي يجي. سينيغال ربحوك بالايفر، ربحوا كي نقول لهم يديو ايفا يكدا حتى تاع الرمل الدو وقيلا ما ننسى الدو. ابن عمي الناس يتعمل بن شيخ، نستعمل احنا ما نعملوش ونحصلوا. موتسيبي لاكاف هذاك شتو هذاك موتسيبي واش علي فيه موتسيبي كي غدوه يدور لك يقول لك بصح انتوما مده 30 سنه واش درتوا؟ واش درتوا؟ 90 90 الله يرحمهم رجاله جابوا كوب دافريك اي كوب افرو ازياتيك. نعم. وزيد 2019 كوب دافريك بصح ابري يا ريا من قبل يا ريا ودركا يا ريا. نعم. ما نخدموش ونهضروا نحوسوا ونحصلوا في. المهم العقوبة ورغم فظاعتها وقسوتها ستنتهي، وعمروش سيحتفظ برأسه عاليا وسيبقى شامخا كعامة الجزائريين.